بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. الصورة المتداولة بالحوار بين الكابتن ياسر ابراهيم نجم دفاع النادي الاهلي والكابتن مصطفى الشهدي حكم مباراة الاهلي والاتحاد. سيبك من بيان الاتحاد المعترض فيه على الحكم ومطالب بعدم تعيينه حكما مرة اخرى لمباراة الاتحاد زي ما حضرتك شايف كده. نرجع للصورة. الصورة المتداولة بتظهر كابتن ياسر ابراهيم بيعمل للحكم هوس، يعني بهذا الشكل، والحكم برضو بيقول له هوس. فالصورة لانها متاخده من خلف الحكم، يعني من ظهر الحكم، فوش ياسر ابراهيم هو اللي ظاهر فيها قوي زي ما حضرتك شايف كده. فتحس ان ده ازاي يقول للحكم هوس حتى لو بعد المباراة، حتى لو كان في نقاش بعد المباراة. فهل كابتن ياسر ابراهيم فعلا قال للحكم هص واتكلم معاه بهذه الطريقه، ولا الفيديو بيظهر حوار تاني خالص؟ عشان كده دايما بنقول لك ايه، روح للفيديو هاته من الاول. الفيديو المتداول لهذه الواقع زي ما حضرتك باصص عليه كده بتؤكد وجود حوار ما بين كابتن ياسر ابراهيم والكابتن مصطفى الشهدي حكم المباراة. والحوار من البداية بيبدأ بمصطفى الشهدي وهو بيقول لياسر ابراهيم هوس، ما تتكلمش او ما تتكلمش معايا. وكابتن ياسر ابراهيم بيرد الرياكشن زي كده اما تيجي تقول لي انت بتقول لي هوس ولا ايه، تاكيدا للكلام. حتى كابتن محمد هاني تداخل في الحوار. فيبقى الصورة نتيجة لحوار بدأه كابتن مصطفى الشهدي حكم المباراة بانه بيطلب من كابتن ياسر ابراهيم ان يتوقف عن الكلام او يتوقف عن الاعتراض او يتوقف على اي حاجة هو بيعملها. وكابتن ياسر ابراهيم بيأكد كلام الحكم، يعني انت بتقول لي اسكت، بتقول لي ما تكملش، بتقول لي ما اقولش اي حاجة. وبيتداخل كابتن محمد هاني زي ما حضرتك شايف كده في الحوار. من الواضح ان مصطفى الشهدي بيقول لكابتن ياسر جملة ما عجبتش ياسر وما عجبتش محمد هاني. حتى كابتن توفيق السيد عاب او قال لمصطفى الشهدي المرشح الاول للقائمة الدولية لازم تمسك اعصابك، ما تنفعلش، المباريات التقيلة بتحتاج حكم تقيل. فيبقى اذن الصورة المتداولة ان ياسر ابراهيم بيقول لمصطفى الشهدي هوس غير حقيقية. لان ايه، مش غير حقيقية في مضمونها في شكلها، يعني مش هي اللي بتقول كده، لكن يعني الفيديو بيقول ان مصطفى الشهدي قال لياسر ابراهيم هوس، وياسر بيأكد على كلامه. عجبت لك يا زمن.